السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم المهندس مصطفى بكر في فيديو جديد بزراعة جديدة من مشاتل الحياة. زي ما عودناكم اننا بنتابع معاكم الزراعات بتاعتنا. احنا النهارده رايحين نزرع في مكان جديد في محافظة سوهاج. رايحين نزرع نخيل برحي احجام خاصة وكذلك مجدول عمر ال5 سنين، وهنزرع برضك انسجة صقعي. زي ما حضراتكم شايفين ده النخيل الاحجام الخاصة دي اللي في اثار 75 مكونة متر خشب فيما فوق. حجم المجموع الخضري بتاعها كويس، برضك في اثار 60 اللي هي بتتحمل ديت. خليكم معانا عشان تشوفوا حجم المجموع الجذري بتاع النخيل بتاعتنا بيبقى شكله عامل ازاي. وبكده نكون خلاص داخلين على سوهاج، وده تأكيدا ان احنا بنزرع وبنوصل لأي حتة في جمهورية مصر العربية. فخليكم معانا عشان تشوفوا حجم المجموع الجذري بتاع النخيل بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين ده حجم المجموع الجذري بتاع النخيل بتاعتنا اللي هي في اثار 60. زي ما قلنا دي احجام خاصة في اثار 60 بتبقى مكونة في متوسط 80 سم خشب لحد متر خشب. حجم المجموع الخضري بتاعها بسم الله ما شاء الله مكونه مجموع خضري متناسق مع عمر النخله. دي طبعا زي ما قلنا الاحجام الخاصه باثار 60. خليكم معانا عشان تشوفوا الاحجام الخاصه اللي باثار 75. زي ما حضراتكم شايفين بردك مكونه مجموع جذري قوي مليف جوه القصريه. حجم الخشب زي ما قلنا مكونه فيما لا يقل عن متر خشب. حجم المجموع الخضري بتاعها مناسب مع العمر بتاعها. دي كانت زراعه النهارده من مشاتي الحياه. لو عايزين تعرفوا اسعار البنتجوره الموجوده عندنا في المشتل يا ريت تكلمونا على الارقام الموضحه على الشاشه او تبعتوا لنا على رسائل الصفحه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.